السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايه رايكم بقى في طاجن الباميه القمر ده؟ طاجن باميه باللحمه الضاني حكايه. بتمنى تجربوه بطريقتي، شويه حركات وتكات هتخلي ريحه الطاجن تجيب لاخر الشارع، ومش بعيد جيرانك يطلعوا لك ويسالوكي كمان. يلا بقى عشان احنا مستعجلين. بصوا هنا انا معايا كيلو من اللحمه الضاني، كانت فيها جزء من الريشه على جزء من الفخده، يعني هي كيلو مشكل يعني. هنجيب حله نحطها على النار، هنحط فيها ميه. الميه اول ما تبتدي تغلي هنزل باللحمه، هنحط فيها ورق لورو وهنحط فيها حبهان، وهنجيب بصله حلوه محترمه كده هنضربها في الكبه، وهننزل بشويه فلفل اسمر وشويه بهارات لحمه وشويه ملح ومعلقه من السكر. حلو كده. هنسيب بقى اللحمه تاخد وتدي بشكل ودي. ايه يا رودي، هو انت تسلقي اللحمه؟ خليكم بس معايا لاخر الفيديو، صدقوني هتاكلوا احلى طاجن باميه. هسلق اللحمه، انا ما اقدرش استغنى عن شوربه، بالذات شوربه اللحمه الضاني، وهتاكلوا احلى طاجن. هنجيب بقى حله تانية هنحط فيها اي ماده دهنيه. انا حطيت زيت على سمن، وقطعت كان في قطع من ليه الضاني، ده اختياري، حابه تحطيها مع الزيت والسمن تمام، مش حابه اكتفي بالزيت والسمن، وانزلي ببصله متوسطه مضروبه في الكبه وخليها تاخد وتدي كده برضو بشكل ودي، ما تبقاش. انا ما بحمرش البصله التحمير الكامل، اول ما تبتدي تاخد اللون داخله في الذهبي كده بنزل بالسر بقى. ايه هو السر؟ السر اللي هيخلي باميتك مميزه غير باميه اي حد. هاتيلي بقى الكبه كده واضربي لي قرنين فلفل سبايسي، وقرن فلفل عادي احمر اخضر المتوفر عند حضرتك، 6 فصوص من الثوم، مع شويه ملح كزبره كمون صغير. واضرب الكلام الجميل ده وحطي معلقه مع البصله. بعد كده حضرتك هتنزلي بكيلو من الباميه دي كنت انا مخزناها مع حضراتكم، اللي كنا مخزنينها مع بعض. نزلت بالكيلو من الباميه، انزلي بيها متلجه على طول عشان شكلها ما يتغيرش، ومجرد ما تقلبيها بتفك على طول. بعد كده نزلت من كيلو من الطماطم مضروب في الخلاط، ورحت نازله بقى من الصلصه ورشه من الملح، وقلب الكلام الجميل ده وسيبيه بقى كده ياخد ويدي بشكل ودي ويتسبك. بس اول ما تبتدي الطماطم تحس انها اتسبكت زي ما حضراتكم شايفين، هنزل بقى بقرن فلفل سبايسي. بصوا هنزل بالمعلقه القمر دي، المعلقه دي عباره عن الخلطه بنحطها نيه اللي احنا حطيناها مع البصله، اللي هي الثوم بالفلفل بالكزبره بالكمون وبس. كانت هنا اللحمه استوت سوا كامل، نزلت بيها ونزلت بمقدار من الشوربه. انا ما بحبش ازود شوربه، علشان احنا لسه هندخلها الفرن ونحطها في طاجن، تبقى شوربتها كده بصوا زي ما حضراتكم شايفين، لا هي كتير ولا هي قليل. بس كده هنجيب طاجن بصوا بقى، بصوا بقى القمر. مش عايزه اقول لكم يا نهار ابيض على الجمال يا بنات، من قبل ما يدخل الفرن هنا كان خلاص يعني استوت 3/4 سوا. هنكون مشغلين الفرن وهندخلها على فرن ساخن جدا لمدة مش هتطول ربع ساعة. خلاص بقى الربع ساعة تعالوا نعمل بقى شوية رز بالشعرية، هيكونوا أحلى شوية رز طبعا للبنات العرايس، لأن أنا عارفة إن كلكم ستات بيوت شطورات امارات، انا بتكلم على البنات العرايس كلنا بنعرف نعمل الرز. بس تعالي بقى هاتي حله حطي بقى فيها زيت، عايزه تحطي حته سمن ماشي، بس لو هتعملي بسمن بلدي على زيت بلاش السمن دلوقتي. معاكي ربع كوبايه شعريه، نص كوبايه شعريه زي ما حضرتك تحبي. انزلي بيها اول ما الزيت يتقدح، قلبي كويس لحد ما تاخد اللون اللي حضراتكم شايفينه، اللون الذهبي ده. انا ما بنقعش الرز. اغسلي الرز، هتعملي ايه مثلا؟ هتعملي انا عملت 4 كوبايات، اغسليهم كذا مرة حلو يعني، وصفيهم وانزلي عليهم بالشعرية. بالشعرية، وقلبي كويس جدا. لكل كوباية رز معلقة ملح، معلقة صغيرة ممسوحة من الملح وحطينا ميتنا وظبطنا ملحنا. بس أول ما يتشرب بالوضع اللي حضراتكم شايفينه ده، يعني إيه يتشرب يا رودي؟ يعني المية تنشف من الرز، هوطي خالص زي الشمع، ولو عند حضرتك حاجة اسمها شياطة حطيها. هنجيب بقى هنا معلقه السمن البلدي. كده بقى احنا ما هدرناش السمن البلدي. السمن البلدي يا بنات لما تحطيه بعد الرز ما يتشرب بيبقى طعم وريحه مش عايزه اقول لكم. هدي عليها لحد ما حضرتك تشوفيها انها استوت، قلبي. بصوا الرز مفلفل وهتاخدي احلى رز. طبعا رز شعريه. عملنا طاجن الباميه، طبعا عاملين مخلل، لو حضراتكم تفتكروا في الفيديو ارجعوا ليه، البتنجان المخلل. ما هو ما ينفعش طاجن باميه من غير بتنجان مخلل او مدقلج، معلش بقى ما تضحكوش عليا في مدقلج اللي هو المقلي يعني.
بصوا بقى هنا الشوربة بس. وكلي احلى طاجن باميه بالف هنا على قلوبكم، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.